الإيمان والحرية هل ممكن يكونوا عكس بعض؟ خلونا نشوف الفكرة المثيرة للجدل. في وجهة نظر بتقول إن الإيمان الحقيقي مش بس مش عائق، لأ ده ضروري عشان النضال ينجح. عشان نفهم القصة دي لازم نرجع لورا شوية نشوف التاريخ بيقول إيه. في القرن العشرين كان في محاولات كبار للاستقلال، بس للأسف الاتنين فشلوا. قائد ثورة 1933 واجه تحدي خطير، بس مش من بره، من مجتمعه نفسه. اتهموه بالكفر، وده طبعا دمر أي دعم شعبي ممكن ياخده. ونفس القصة اتكررت. قائد ثورة 1940 كمان حاربوه من جوا، قالوا عليهم شيوعيين وملاحدة، وده سبب انقسام وعدم ثقة بين الناس. طيب إيه سبب الانقسامات دي؟ هنا التحليل بيقول إن المشكلة مش بس ضغط خارجي، دي أزمة إيمان. السبب حسب وجهة النظر دي هو إيمان مبني على التقاليد مش على القرآن، هو ده اللي خربط الأمور. وهنا بنشوف الفرق واضح جدا، إيمان التقاليد بيخلق أعداء جوا، وإيمان القرآن بيوحد الناس. يعني بدل ما يواجهوا العدو الحقيقي، الإيمان ده خلاهم يهاجموا أبطالهم الوطنيين. طيب إيه الحل؟ وجهة النظر دي بتقول إن الحل في القرآن، لأنه بيقدم طريق واضح وموحد. والنقطة الأهم إن القرآن بيحدد عدو واحد بس، مفيش غيره. حسب التحليل ده القرآن بيخلي الصورة واضحة، العدو هو الصين. وهنا بتيجي الفكرة الأهم، النضال عشان الوطن والحرية بيتحول لأعلى أشكال العبادة. فبكده الكفاح عشان الوطن بيبقى هو الواجب الوطني والديني الأهم على الإطلاق. طيب إزاي ممكن نطبق الكلام ده عشان ما تتكررش أخطاء زمان؟ الخطة واضحة وفي 3 خطوات: نرجع الإيمان للقرآن، نحدد العدو صح، ونوحد الكفاح. يعني بدل الصراعات الداخلية كل التركيز يكون على المقاومة الموحدة ضد عدو واحد. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم في الآخر، هل وحدة العقيدة هي فعلا أساس تحرير أي أمة؟ يا ترى ليش فشلت ثورات الأويغور مرة ورا مرة؟ في ناس بيقولوا السبب هو القوة الغاشمة، وناس تانية بترجع السبب لنقص الدعم. بس في وجهة نظر ممكن تكون صادمة شوي، بتقول إنه السبب الحقيقي هو سبب داخلي موجود بقلب معتقدات الشعب نفسه. خلونا نتعمق بهالفكرة. وهون بنوصل لصلب الموضوع، هل الدين هو السلاح الأقوى بمعركة التحرير، ولا هو السم اللي بيقتل الثورة من جوا؟ هذا سؤال قسم الأويغور لعقود، واليوم رح نستعرض إجابة ممكن تقلب كل الموازين. يعني كأن الخيار محصور بين طريقين، صح؟ يا إما القومية العلمانية على خطى الأبطال، أو التمسك بالإيمان اللي ممكن البعض يشوفه انحراف عن المعركة الوطنية. بس وجهة النظر اللي راح نناقشها اليوم بترفض هذا التقسيم أصلاً، وبتقدم طريق ثالث تماماً. وهنا بنوصل لجوهر الأطروحة، فبدل ما نلوم الدين أو نمجده، المتحدث بيقدم تشخيص مختلف كلياً. المشكلة ما كانت أبداً بالدين نفسه، لا، بل في فهمنا إحنا للدين. وهذه الجملة هي المفتاح اللي بيعيد تعريف الصراع كله. المتحدث هنا بيحط خط فاصل واضح جدا، في إسلام حقيقي وفي شيء بيسميه العقيدة الفاسدة، واللي هي برأيه فهم منحرف للدين أدى لكوارث تاريخية. طيب شو هي بالضبط هاي العقيدة الفاسدة؟ حسب تحليل المتحدث إلها 3 علامات قاتلة. أولاً، تقديس تقاليد الآباء والأجداد ووضعها فوق النص القرآني. ثانياً، استخدام هذه التقاليد لتكفير المعارضين وخلق الانقسام. وثالثاً وهو الأخطر، إنها بتعمي البصيرة عن العدو الحقيقي وبتدفع الناس ليقتلوا بعضهم. وعشان ما يضل الكلام نظري، المتحدث بيقدم دليل من التاريخ. أول محطة هي مأساة عام 1933، وهي قصة بتكشف كيف هالعقيدة الفاسدة بتقدر تلتهم الثورة من الداخل، مثل النار اللي بتمسك بالهشيم. عبد الخالق أيوغور شاعر ثوري وصوت جيل كامل، دعا لصحوة وطنية حقيقية، بس شعلة انطفت بسرعة وبشكل مأساوي. بعمر 32 سنة بس تم إعدامه، نهاية فظيعة لحلم كبير. وهنا بيطرح المتحدث السؤال الجوهري: كيف ممكن لقائد ملهم مثله ينترك وحيد؟ ليش تخلى عنه شعبه بأصعب الظروف؟ الجواب حسب رأيه ما كان بقوة العدو الخارجي، لا، كان بالخيانة من الداخل. وهون بنشوف تلخيص دقيق لمنطق المتحدث الكارثي. الخطوة الأولى، أصحاب العقيدة الفاسدة بيشهروا سلاح التكفير بوجه عبد الخالق أيوغور لأنه تجرأ يتحدى تقاليدهم. الخطوة الثانية، الجمهور المتأثر بهالدعاية بيتخلى عنه. الخطوة الثالثة، وحيد ومعزول بيصير فريسة سهلة. وهكذا الحركة ما سقطت بهجوم خارجي، بل بطعنة غادرة من الداخل.
ممكن حدا يفكر إنه اللي صار عام 1933 كان حالة فردية ومنعزلة، بس المتحدث بيشوفه نمط بيتكرر. خلونا ننتقل للمثال الثاني اللي بيعدمه، وهو نكسة ثورة 1944، ونشوف كيف هذا النمط تكرر مرة تانية. ننتقل لجمهورية تركستان الشرقية الثانية، فرصة جديدة وأمل كبير انولد من جديد بقيادة رجال مثل أحمد جان قاسمي. بس حسب هذا التحليل كان نفس الوحش الداخلي متربص بالظل ومستعد يهجم مرة تانية. وهون منلاحظ التطور الخبيث في الهجوم. التهمة ما عادت كفر بشكل عام، لا، صارت محددة ومضللة أكثر. تم تصوير القادة كشيوعيين وملاحدة بقودوا ثورة غير أصيلة، وهي دعاية مصممة خصيصاً لتضرب على الوتر الديني بالمناطق الجنوبية. النتيجة كانت كارثية. هالدعاية السامة اللي طلعت من العقيدة الفاسدة نجحت بمهمتها. انقسم الشعب وفشلت الثورة بتوحيد البلد وانهارت تحت ثقل انقساماتها. ومرة تانية بيأكد المتحدث ما كان العدو الخارجي هو القاتل، بل الانقسام الداخلي. طيب، بعد تشخيص المشكلة عبر التاريخ بينتقل المتحدث من التحليل للحل. شو هو الطريق للمستقبل؟ كيف ممكن نكسر هالدائرة المدمرة من الفشل؟ الحل اللي بيقترحه المتحدث جذري ببساطته. نرجع للنبع الصافي، للقرآن نفسه، وإن نتجاوز كل التقاليد والتفسيرات البشرية اللي هو بيشوف إنها لوثت الدين وأغرقت الشعب بالانقسامات. وهنا نوصل لقمة حجته. المتحدث بيشوف إن القرآن لو انقرأ بعيد عن غبار العقيدة الفاسدة بيعطي وضوح مثل الشمس، فهو ما بيترك أي مجال للشك بتحديد العدو الحقيقي والوحيد، الصين، وبهالشكل تنتهي كل النقاشات الداخلية اللي بتستنزف الطاقة. وبهالخطوة تكتمل الصورة. إذا القرآن بيحدد العدو، فهو كمان ببارك النضال ضده. تحرير الوطن ما عاد مجرد سياسي، بل بيصير واجب ديني مقدس، أسمى أشكال العبادة. وهكذا الدين بهالمنظور بيتحول من أداة للتفرقة لأقوى محرك للوحدة والنضال. وبالنهاية حجة المتحدث كلها بتتلخص بهالسؤال المصيري: هل ممكن نص عمره 1400 سنة يكون البوصلة الوحيدة لصراع حديث ومعقد؟ هل هي العودة الجذرية للأصول هي طريق الخلاص، أو هي تبسيط خطير لمشكلة متشابكة؟ سؤال بيترك الباب مفتوح للتاريخ وللمستقبل. أهلا بكم في جلسة تحليلية جديدة. اليوم عنا سؤال محوري جدا وممكن يكون مثير للجدل. أكيد. السؤال هو: بالنسبة لقضية تحرر الأويغور، هل التركيز على الدين وتحديداً القرآن هو عقبة أم هو في الواقع المحرك الأساسي لتحقيق التحرر؟ هذا سؤال في الصميم تماماً. المصدر اللي منحلله اليوم هو مقطع فيديو بيقدم حجة جريئة جداً، وهو بيرد على فكرة شائعة، صح؟ بالضبط، فكرة بنسمعها كتير: يا جماعة خلونا نترك النقاشات الدينية على جنب الآن، كل طاقتنا لازم تروح للاستقلال الوطني، نكون مثل أبطالنا، مثل عبد الخالق أويغور وأحمد جان قاسم. وهي فكرة بصراحة تبدو منطقية جدا على السطح، يعني دعوة للوحدة، لتوحيد الصفوف. تماماً، لكن الفيديو اللي عندنا بيقلب هذه الفكرة رأساً على عقب. طيب، فمهمتنا هنا هي إننا نفهم بعمق هذه الحجة المضادة. الفيديو ما بيقولش بس إن الدين والسياسة لازم يجتمعوا، لا، هو بيغوص أعمق من كده بكتير. كيف يعني؟ هو بيقول إن الصراع الحقيقي مش بين العلمانية والدين. الصراع حسب المصدر هو بين شكلين مختلفين من الإيمان داخل المجتمع الأويغوري نفسه. إيمان وإيمان؟ نعم، بين الإيمان التقليدي الموروث بكل عاداته وتفسيراته، وبين إيمان بيرجع مباشرة للقرآن كنص أساسي ومصدر وحيد. هذا هو يعني جوهر النقاش كله. إذن خلونا نبدأ من الحجة اللي بيرد عليها الفيديو. نركز على الوطن وليس الدين. ليش المصدر بيشوف إنه هذه الدعوة خطيرة؟ لأنها حسب رأيه بتشخص المشكلة بشكل خاطئ تماماً. الحجة المضادة هي أننا ما بنقدر نفصل الأمرين. تمام. مش لأنه الدين لازم يسيطر على السياسة، لا، السبب هو أن إخفاقات الثورات الوطنية السابقة ما كانت بسبب الدين بحد ذاته. أجل؟ بسبب إيش؟ كانت بسبب إيش؟ كانت بسبب اللي بيسميه الفيديو منظومة عقائدية فاسدة أو مشوهة. وهو بيستخدم مصطلح أويغوري قوي جدا: بزوق عقيدة. لحظة، بزوق عقيدة، هذا مصطلح قوي جدا. هل بيوضح المصدر إيش بيقصد فيه بالضبط؟ سؤال مهم جدا. هو ما بيقصد بس الخرافات أو الممارسات الشعبية. لا. أجل؟ حسب تحليله
هذه العقيدة الفاسدة هي منظومة فكرية كاملة بتخلي الناس سلبيين سياسياً، منظومة بتركز على طقوس شكلية، على تقديس المشايخ، على طاعة الحاكم أياً كان. وبتغفل عن الأساسيات. بالضبط، بتغفل عن مفاهيم قرآنية أساسية مثل العدالة ومقاومة الظلم. فهي عقيدة من وجهة نظر المصدر حولت الدين من قوة دافعة للتحرر إلى أداة للتخدير والانقسام. فهمت. ولهذا السبب هو بيشوف إنه العودة للقرآن مش طرف فكري، هي عملية جراحية ضرورية لإصلاح هذا الخلل اللي تسبب بفشل الحركات الوطنية مرة ورا مرة. حسناً، هذه حجة قوية. وعشان نفهمها، المصدر ما بيكتفي بالتنظير، هو بيأخذنا في رحلة عبر التاريخ. تماماً، بيستخدم قصص وشخصيات حقيقية كدراسات حالة. خلونا نبدأ بالقصة الأولى، قصة الشاعر والمناضل عبد الخالق أويغور. أوكي. المصدر بيصوره كشخصية مأساوية، شاب وطني متعلم شاعر ملهم حاول في أوائل الثلاثينيات إنه يوقظ أمته، كان يدعو للتعليم الحديث، للتحرر، لهوية وطنية قوية. ونحن نعرف النهاية المأساوية للأسف، تم إعدامه عام 1933، كان عمره 32 سنة بس. لكن السؤال اللي بيطرحه المصدر هنا مش مين اللي قتله. بالضبط، السؤال هو ليش كان قتله سهل لهذه الدرجة؟ وهنا النقطة المهمة. هذه هي النقطة المذهلة في تحليل المصدر. الإجابة اللي بيقدمها هي أن عبد الخالق أويغور كان معزول، ما كان عنده دعم شعبي حقيقي. وهنا يرجعنا لمصطلح البزوق عقيدة. تماماً، المصدر بيجادل بأن المؤسسة الدينية التقليدية وأتباعها في ذاك الوقت ما شافوه بطلاً وطنياً، شافوه كتهديد. تهديد؟ نعم، أطلقوا عليه فتاوى واتهموه بالردة والكفر. يا إلهي، بالكفر؟ ليش؟ لأنه كان يدعو للوطنية والتعليم؟ لأنه خرج عن إطار الدين التقليدي اللي ورثوه. أفكاره عن الأمة، عن العلم، عن التغيير بدت لهم كأنها بدعة، كأنها غزو فكري غربي. فاتهموه أنه يريد هدم الدين. بالضبط، فبدلا ما الناس تحتضنه وتدافع عنه نبذوه وتركوه فريسة سهلة للمستبد. الحجة المحورية في الفيديو هي لو كان الناس وقتها بيفهموا دينهم من القرآن مباشرة، هذا الدعم كان رح يشكل درع يحميه. إذن اللي بيقوله المصدر صادم، هو ما بيقول بس إن الدين ما ساعده، لا، هو بيقول إن تفسير معين للدين استخدم كسلاح ضده من أبناء شعبه، وهذا سهل مهمة العدو الخارجي، فالدين المشوه صار أداة في يد الظالم. تماماً، هذه هي المأساة اللي بيسلط المصدر الضوء عليها. النقاش الديني الداخلي ما كان منفصل عن النتيجة السياسية الكارثية، كان هو السبب الجذري لها. قصة محزنة ومدمرة. طيب، هل المصدر بيشوف إنه اللي صار مع عبد الخالق أويغور كان حادثة فردية وانتهت، ولا هذا نمط تكرر؟ هذا هو الجزء الأكثر إثارة للقلق في حجة المصدر. هو بيشوف إنه هذا ما كان حادث معزول أبداً، نمط متكرر. نعم، نمط متكرر. ولإثبات هالشيخ بينتقل فينا حوالي عقد من الزمن للأمام لعام 1944 وتأسيس جمهورية تركستان الشرقية الثانية بقيادة شخصيات مثل أحمد جان قاسم. صحيح. وهذه كانت لحظة أمل كبيرة، مش هيك؟ ثورة ناجحة في البداية وتأسيس جمهورية. كانت لحظة أمل هائلة، لكنها كانت كمان لحظة انقسام قاتل. المصدر بيوضح إنه الثورة نجحت تسيطر على 3 مناطق في الشمال، لكنها فشلت في الحصول على دعم واسع من باقي المناطق، خصوصاً الجنوب اللي كان أكثر تديناً بشكل تقليدي. كان في شرخ عميق جداً داخل المجتمع. وإيش سبب هذا الشرخ حسب تحليل المصدر؟ هل هو نفس السبب القديم؟ نعم، ولكن بشكل مختلف شوي. هالمرة الدعاية اللي استخدمت ضد الثوار كانت إنهم شيوعيين وملحدون وعملاء لروسيا أو روسبرستليرف. هذه التسميات اللي روج لها أعداء الثورة لقت آذان صاغية عند كثير من المتدينين في الجنوب. بس لحظة، هذا يبدو تحليل سياسي أكثر منه ديني. يعني ممكن الناس رفضوا الثورة لأسباب سياسية مشروعة، يمكن كانوا خايفين من النفوذ السوفيتي. هل المصدر بيتجاهل هالشي؟ سؤال ممتاز وفي محله. المصدر ما بينكر وجود هذه العوامل الخارجية، لكن حجته الأساسية هي إنه هذه العوامل ما كانت لتنجح لولا وجود أرضية خصبة من العقيدة المشوهة. فهمت. يعني الخطاب اللي انقل للناس ما كان عندنا خلاف سياسي مع الثوار، لا، كان هؤلاء شيوعيون ملحدة،
لا يجوز شرعا دعمهم. مرة ثانية تم استخدام الدين كأداة للتقسيم. مرة أخرى، فبدل ما يكون النقاش عن أفضل استراتيجية للاستقلال تحول لمعركة دينية داخلية. وكأن التاريخ يعيد نفسه. في الحالة الأولى تهمة الكفر ضد شخص، وفي الثانية ضد حركة كاملة. بالضبط. المصدر بيلوم هذا الفهم اللي بيوصفه بالخرافي، خرافات للدين. هذا الفهم خلى الناس تشوف في رفاقهم الوطنيين خطر أكبر من المحتل الأجنبي. والنتيجة كانت كارثية طبعاً. كارثية. انقسام حاد بين شمال وجنوب، إضعاف حركة الاستقلال بشكل جذري، وفي النهاية سقوط الجمهورية. المصدر بيصر إنه الهزيمة ما كانت عسكرية بالمقام الأول، كانت هزيمة نابعة من الانقسام الداخلي. الانقسام اللي غذته هذه العقيدة الفاسدة. تماماً. حسناً، الصورة صارت واضحة الآن. عندنا فشلين تاريخيين كبار، والمصدر بيربطهم بنفس السبب: فهم مشوه للدين. طيب، كيف بيربط المصدر كل ده بالوضع الحالي، وإيش هو الحل؟ الربط مباشر جداً. المتحدث في الفيديو بيقول إن هذه العقيدة المشوهة ما ماتت، هي لا تزال حية اليوم وتستمر في خلق الانقسامات. نعم، نفس المنطق اللي أدى لاتهام عبد الخالق بالكفر، ونفس المنطق اللي أدى لنبذ الثوار 44 لا يزال يعمل اليوم على تشتيت جهود الأيغور وصرف انتباههم عن عدوهم الحقيقي. طيب، وما هو الحل من وجهة نظر المصدر؟ إذا كانت المشكلة متجذرة لها الدرجة، كيف ممكن تنحل؟ الحل اللي بيقدمه المصدر بسيط في فكرته، لكنه جذري في تطبيقه: العودة المباشرة للقرآن. القرآن كمصدر وحيد للهداية، وتجاوز كل التراث والتفاسير الموروثة اللي بيعتبرها مشوهة. لكن كيف ممكن للعودة للقرآن تحل مشكلة سياسية وعسكرية معقدة؟ يعني إيش الآلية اللي بيطرحها؟ هو بيطرح آلية من 3 خطوات. أولاً، تحديد العدو بوضوح. تمام. بزعم المصدر إن القرآن لما نفهمه صح بيوضح إن العدو الحقيقي والوحيد اللي بيهدد وجود الأمة هو الصين، خطاي. وكل الصراعات التانية هي مجرد إلهاءات. بالضبط، سواء كانت خلافات داخلية على أمور فقهية أو التركيز على أعداء ثانويين، كلها تشتيت للطاقة زرعته هذه العقيدة المشوهة. مثير للاهتمام. إذن الخطوة الأولى هي توحيد البوصلة، ماذا بعد؟ الخطوة الثانية هي إعادة تعريف النضال نفسه. المصدر بيعيد صياغة النضال من أجل التحرر الوطني ليصير واجب ديني مقدس، بل وأسمى أشكال العبادة. وأسمى أشكال العبادة أو عبادة. الفكرة هي أن الدفاع عن الوطن والعرض مش مجرد عمل سياسي دنيوي، لا، هو في صميم العقيدة، وهذا بيرفع المعنويات وبيعطي القضية بعد روحي عميق. والخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة هي تحقيق الوحدة. الحجة هي أن فهم القرآن بشكل مباشر سيوحد الناس حول هدف واحد وعدو واحد، ويخليهم يتجاوزوا الخلافات التافهة، مثل الخلافات على طول اللحية وشكل اللباس؟ تماماً. هو بيضرب أمثلة من الواقع الحالي كيف الناس تتجادل على هالأمور بينما قضية بقاء الأمة نفسها على المحك. العودة للقرآن حسب رأيه راح تضع الأولويات في مكانها الصحيح، البقاء أولاً. إذا لخصت الحجة كلها، الفيديو بيقي بالطاولة. هو ما بيقول ضعوا الدين جانباً، بل بيقول صححوا فهمكم للدين لإنقاذ أمتكم. بالضبط. الحجة هي إن الفهم الصحيح للدين المستمد من القرآن مش مجرد جزء من الحل، لا، هو الشرط الأساسي. هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة والنجاح، هو المفتاح اللي بدونه رح تتكرر مآسي الماضي. تلخيص ممتاز. وهذا بيتركنا في النهاية مع سؤال كبير ومثير للتفكير، سؤال بيتجاوز قضية الأويغور ويمس أي مجتمع بيمر بمرحلة نضال، وهو بناء على منطق المصدر: إذا كانت المعتقدات والتقاليد الراسخة في مجتمع ما ينظر لها كعقبة أمام تحقيق هدف سياسي أو وطني حيوي، فمن وين تبدأ عملية التصحيح؟ المصدر إجابته واضحة جدا على هذا السؤال. نعم، إجابته واضحة. ابدأ من النص التأسيسي، ابدأ من العقيدة، غير أفكار الناس أولاً وبعدها راح يتغير سلوكهم السياسي. لكن هذا بيفتح باب النقاش: هل هذا هو الطريق الوحيد؟ أم أن هناك طرق أخرى؟ أم أن التغيير بيبدأ من خلال العمل السياسي المباشر على الأرض، على أمل أن الأحداث والتحديات الجديدة تجبر الناس على إعادة تقييم معتقداتهم القديمة؟ يعني هل التغيير بيبدأ من الفكر أم من الممارسة؟ المصدر بيراهن على الفكر، لكنه بيتركنا نتأمل في هذه العلاقة المعقدة والمتشابكة بين الإيمان والهوية والنضال السياسي في أي مكان وزمان. أهلا بكم. اليوم معانا مادة صوتية
تحليل بيقول إن سوء الفهم الديني هو اللي أعاق نضال الأيغور للاستقلال تاريخياً. وإن الحل حسب المادة يكمن في العودة الحقيقية للقرآن. بالضبط. والفكرة المحورية هي إن في عدو داخلي أطلق عليه اسم العقيدة الفاسدة أو بزوق عقيدة، كان دايماً أخطأ من العدو الخارجي. لكن السؤال الأول اللي يطرح نفسه هنا، هل هذا المفهوم العقيدة الفاسدة واضح بما فيه الكفاية للمستمع؟ وهذه هي النقطة المحورية تماماً. الاعتماد على مصطلح مثل العقيدة الفاسدة كمفهوم عام قد يضعف الحجة بدلاً من تقويتها. مع إنه مصطلح قوي عاطفياً وله صدى جداً، له رنين تاريخي وثقافي قوي، لكن في نفس الوقت يظل غامض ومجرد. المستمع ممكن يسأل نفسه، طيب ما هي هذه العقيدة بالضبط؟ هل هي أفكار معينة أو طريقة تفكير؟ بالضبط. أو هل هو مجرد هجوم شامل على تقاليد الأجداد؟ بدون تعريف واضح المصطلح يصير مثل الشبح اللي بنحاربه في الظلام. لكن ألا يمكن القول إن هذا الغموض له فائدة؟ يعني أحياناً الشعارات الكبيرة تكون فعالة لأنها غامضة، تسمح لمجموعات مختلفة تتوحد تحتها. أتفهم وجهة نظرك تماماً، وهذه استراتيجية سياسية معروفة. لكن في هذه الحالة بالذات أعتقد إنها تأتي بنتائج عكسية. ليش؟ لأن المشكلة التي تطرحها المادة هي مشكلة انقسام داخلي، فلما نستخدم مصطلح غامض مثل العقيدة الفاسدة نحن نخاطر بزيادة هذا الانقسام. يعني ممكن البعض يحس إنه هو المستهدف. أكيد، خصوصاً الجيل الأكبر المتمسك بالتقاليد قد يشعرون بالهجوم ويدخلون في موقف دفاعي، وهذا ينفرهم من الرسالة الأساسية. بدلاً من محاربة شبح، الحجة تحتاج عدو ملموس. إذن الاقتراح هو تحويل هذا المفهوم المجرد لشيء محدد. تماماً، تحويله لعدو يمكن الإشارة إليه بأمثلة تاريخية وسلوكيات واضحة. طيب، كيف ممكن نعمل هذا بشكل عملي في السرد؟ كيف نحول الشبح هذا لشيء ملموس؟ شوفي، خلينا ناخذ مثال ثورة عبد الخالق ويغور في 1933 اللي ذكرتها المادة. تمام. بدلاً من القول إن العقيدة الفاسدة أدت لمقتله، ممكن نتعمق أكثر. ما هي الأفكار المحددة اللي روج لها خصومه؟ يعني إيش الحجج اللي استخدموها ضده؟ بالضبط. هل كانوا يقولون إن دعواته للوطنية الحديثة والتعليم العصري كانت بدعة؟ هل استشهدوا بنصوص معينة عشان يصوروك كافر؟ يعني ممكن نقول شيئاً مثل لم يقتله مفهوم غامض، بل قتله رجال استخدموا فتاوى محددة بحجة إن تركيزه على الوطن بدلاً من الأمة هو شرك. وهنا تصير العقيدة الفاسدة مش مجرد مصطلح، بل مجموعة أدوات تم استخدامها كسلاح، وهذا يخلي الحجة تاريخية وموثقة. 100%. ونفس الشيء ينطبق على ثورة أحمد جان قاسمي عام 1944. المادة تذكر إن البعض رفضها بسبب ارتباطها بالروسية والشيوعية. صحيح. وهذا صحيح، لكن ممكن نروح أعمق. ما هي الحجج الدينية المحددة اللي استخدمت لإقناع الناس بعدم دعمه؟ هل كانت فيه فتاوى تقول إن التعاون مع الكفار يعني السوفيات محرم؟ حتى لو كان الهدف هو التحرر من عدو آخر. لخدمة أجندة سياسية الحجة تصير أقوى بكتير. بننتقل من لوم فكرة مجردة إلى فضح استراتيجية سياسية متكررة. أتفق معك تماماً. تحويل الشعار لعدو محدد بأفعاله هو اللي يخلي الحجة فعالة، وهذا يقودني للتفكير في كيفية تقديم هذه الأفكار عبر الزمن. المادة تتنقل بين الحاضر و1933 و1944. نعم. فكيف ممكن نستخدم البنية السردية عشان نعزز فكرة هذا العدو المتكرر؟ وهذه هي النقطة الثانية الحاسمة. يمكن إعادة هيكلة السرد التاريخي عشان نبني حجة متصاعدة ومقنعة حول نمط الفشل هذا. الترتيب الحالي يكسر الزخم. بالضبط، يكسر الزخم السردي. هو يربط الماضي بالحاضر، لكن بطريقة ممكن تربط المستمع وتضعف الإحساس بالسببية اللي تحاول المادة تبنيه. يبدو كأمثلة منفصلة، مش قصة واحدة متصلة. تماماً. لكن ألا يمكن أن يكون هذا القفز الزمني مقصود؟ يمكن الكاتب كان يحاول يوضح أن المشكلة مش خطية، بل فوضوية ومستمرة. وهذه نقطة ممتازة، وهو هدف فني نبيل بصراحة. لكن السؤال، هل هذه هي الطريقة الأكثر فعالة للإقناع؟ أعتقد أن فيه طريقة تحقق نفس الهدف بقوة أكبر. الاقتراح هو تنظيم الأمثلة التاريخية بترتيب زمني لإنشاء سرد يوضح كيف كل فشل يمهد للي بعده.
يعني كأنها مأساة من 3 فصول. بالضبط. هذه هي الكلمة المناسبة. تخيلها مأساة من 3 فصول. طيب كيف سيبدو هذا؟ الفصل الأول ممكن نسميه البذرة، مأساة 1933. نبدأ بعبد الخالق أويغور، نشرح بالتفصيل كيف التفسيرات الدينية الخاطئة اللي حددناها قبل قليل أدت لعزلته وفشل حركته. نصورها على إنها المأساة الأصلية، اللحظة اللي انزرعت فيها بذون الانقسام. تماماً. هنا نؤسس للمشكلة الأساسية. وبعد تأسيس المأساة الأولى ننتقل للفصل الثاني، النمو، كارثة 1944. هنا ننتقل لأحمد جانغ قاسمي. نقدم هذا ليس كحدث منفصل، بل كالجزء الثاني من المأساة، كنتيجة حتمية للي صار قبل. صحيح. نوضح كيف نفس منطق العقيدة الفاسدة، وإن كان بكلمات مختلفة هذه المرة، شيوعي، ملحد، عميل للروس، تم استخدامه مرة ثانية لتقويض حركة التحرير. وهذا يوضح للمستمع أن المشكلة ما كانت حدثاً عارض في 1933، بل هي نمط متكرر، فيروس تحور، لكنه لا يزال قاتلاً. وبهذا نكون بنينا قضية قوية تستند إلى نمط تاريخي واضح جداً. بالضبط. وبعدها يأتي الفصل الثالث، الحصاد، تحذير الحاضر. الآن الانتقال للحاضر صار أقوى وأكثر إلحاحاً. ممكن نقول شيئاً مثل: والآن بعد عقود من زرع البذرة ونموها، نقف اليوم لنحصد نفس الثمار المرة، نسمع أصداء نفس الحجج المدمرة. بهذا الشكل التحذير الموجه للحاضر ما يصير مجرد رأي شخصي للكاتب، يصير استنتاجاً منطقياً لا مفر منه، مستمداً من التاريخ. وهذا يعطي الدعوة للعودة للقرآن إحساساً بالإلحاح المصيري. هذا بناء درامي مقنع فعلاً، يحول الأمثلة التاريخية من مجرد أدلة متفرقة لقصة تحذيرية متماسكة. طيب إذن حددنا العدو الداخلي بوضوح وبنينا قصة متصاعدة. الآن نصل للحل. المادة تقترح حل واحد: العودة إلى القرآن. هذه دعوة قوية بلا شك، لكنها تبدو واسعة جداً. كيف نجعلها قابلة للتنفيذ؟ نعم، يعني المستمع ممكن يسأل نفسه: طيب هذا كلام جميل، بس أنا أعمل إيه بكرة الصبح؟ وهذه هي العقبة الأخيرة والأهم، إن الدعوة إلى العودة إلى القرآن لازم تترجم لمبادئ توجيهية واضحة وملموسة، عشان ما تكون مجرد شعار ديني مثالي. تماماً، عشان ما ينظر لها على إنها دعوة للصلاة والدراسة فقط، وليس كاستراتيجية سياسية وتنظيمية. إذن أنت تقترحين استخراج استراتيجية من النص الديني نفسه. بالضبط. الاقتراح هو استخلاص مبدأين أو 3 مبادئ أساسية قابلة للتنفيذ مباشرة من القرآن، مش تفسيرات فقهية معقدة، لا، مبادئ استراتيجية عليا. مثل إيش؟ طيب، لنأخذ مبدأ تحديد العدو. بدلاً ما نقول إن القرآن يظهر أن الصين هي العدو، ممكن نشير لمفهوم أوسع، وهو أن العدو يعرف بأفعاله، مثل الظلم والاضطهاد. صحيح، الظلم، الاضطهاد، طرد الناس من ديارهم بغض النظر عن هويته الدينية أو العرقية، وبعدها نطبق هذا المبدأ مباشرة على أفعال الدولة الصينية. وهذا يعطينا أساس ديني واضح للتركيز على العدو الحقيقي، وفي نفس الوقت ينزع الشرعية عن أي صراع داخلي. هذا المبدأ الأول للجبهة الخارجية. ماذا عن الجبهة الداخلية؟ هنا يأتي المبدأ الثاني، مبدأ الوحدة العملية. المادة تقول إن الوحدة مهمة، وهذا صحيح. طيب كيف نحققها؟ ممكن نفسر مفهوم الاعتصام بحبل الله كاستراتيجية سياسية، يعني حبل الله يكون هو الميثاق اللي يجمع الكل؟ بالضبط. الميثاق هو التحرير الوطني، وهذا يعني الاتفاق على الأهداف الأساسية الكبيرة مع السماح بالخلاف في الأمور الثانوية والتكتيكات. وهذا يوفر إطاراً للتعاون بين الفصائل المختلفة بدون الحاجة للتطابق التام. 100%. وهذا يقضي على أسباب الانقسام التاريخية. وهذا يعالج مباشرة مشكلة العقيدة الفاسدة اللي بدأنا منها، حيث كان الخلاف على التفاصيل يدمر الهدف الأكبر. تماماً، هو ترياق مباشر للسم اللي قتل الحركات السابقة. وأخيراً، المبدأ الثالث ممكن يكون مبدأ التحرير كعبادة. هذه نقطة قوية في المادة. صحيح، ويمكن تعزيزها بربطها بمفاهيم قرآنية واضحة مثل إقامة العدل والدفاع عن المستضعفين، يعني نأطر كل عمل مقاومة سواء سياسي،
ثقافي، إعلامي، كفعل عبادة يثاب عليه الفرد، وهذا يحول النضال من مجرد واجب وطني ممكن يضعف مع الزمن إلى مهمة إلهية ومسؤولية دينية شخصية، وهذا يعطي دافعاً روحياً قوياً ومستداماً. اللي يعجبني في هذه المبادئ الثلاثة هو أنها تحول الدعوة من فكرة مجردة إلى مجموعة أدوات استراتيجية. لم تعد العودة إلى القرآن مجرد شعار، بل أصبحت خطة عمل. وهي خطة عمل تحصن الحركة ضد نفس الحجج الدينية المفرقة اللي سببت الكوارث التاريخية. إذا كانت المبادئ نفسها مستمدة من النص الأساسي، يصبح من الصعب جدا على دعاة الفرقة استخدام حجج مشوهة لتقويضها. وهذا هو جوهر الأمر، أنت تستخدم مصدر المشكلة ليصبح هو نفسه مصدر الحل. ممتاز. إذن لتلخيص النقاش قدمنا 3 نقاط رئيسية لتحسين هذه المادة القوية. تمام. أولاً، حدد عدوك الداخلي. عرف العقيدة الفاسدة بأمثلة تاريخية وسلوكية محددة لتحويلها من شبح غامض إلى تهديد ملموس. صحيح. ثانياً، أسرد قصة الفشل المتكرر. ابني حجتك ترتيباً زمنياً من 1933 إلى 1944 وصولاً للحاضر لإظهار نمط تاريخي لا يمكن إنكاره، وهذا يعطي التحذير وزناً درامياً ومنطقي. وثالثاً، قدم خطة إلهية. استخلص مبدعين أو 3 قابلة للتنفيذ من القرآن، مثل تحديد العدو بناءً على الأفعال واستراتيجية الوحدة العملية والتحرير كعبادة. بالضبط، نحول الشعار لخطة عمل. نأمل أن تساعد هذه الأفكار في تعزيز رسالتك القوية بالفعل وجعلها أكثر إقناعاً وتأثيراً، وندعوك إلى مراجعة عملك بناء على هذه الأفكار، ونتطلع إلى رؤيته مرة أخرى لمزيد من النقاش في المستقبل. مرحبا بكم في الحوار. نتناول اليوم مسألة في صميم النضال الوطني للشعب الأويغور، وهي مسألة مستوحاة من المادة اللي بين أيدينا حول دور الهوية في حركة التحرر. والسؤال اللي يطرح نفسه بقوة هو: في هذه اللحظة التاريخية، هل الدعوة للعودة إلى القرآن الكريم هي اللي راح توحد الصفوف وتعطي للقضية صلابتها، أم أنها ممكن تفتح باب جديد للانقسام وتشتيت الجهود؟ أنا شخصياً أرى أن العودة لفهم صافي ونقي للقرآن ليست مجرد خيار، بل هي شرط لا غنى عنه لتصحيح مسار النضال وتجنب أخطاء الماضي الكارثية. وأنا سأطرح وجهة نظر مختلفة. أرى أن الخلاص يكمن في تبني هوية وطنية جامعة وعلمانية، لأن إقحام الدين في السياسة كما يرينا التاريخ مراراً وتكراراً كان دائماً وصفة للنزاع الداخلي. طيب، لنبدأ من حيث انتهت محاولاتنا السابقة. الفكرة القائلة بأن العودة للقرآن هي تشتيت للجهود هي تتجاهل السبب الحقيقي لفشلنا. تاريخنا الحديث مليء بالثورات التي أجهضت ليس فقط بقوة العدو الخارجية، بل بسم داخلي. ثورة 1933 بقيادة الشاعر والمفكر عبد الخالق أويغور، وثورة 1944 بقيادة أحمد جان قاسمي، كلاهما لم يفشل لأن الإسلام كان ضعيفاً أبداً، بل لأن الفهم السائد للإسلام كان فهماً مشوهاً مليئاً بالخرافات اللي سهلت على الخصوم استغلاله. لم تكن مجرد اتهامات عابرة، بل كانت حملات منظمة. عبد الخالق أويغور اللي كان يدعو لتحديث التعليم ونهضة الأمة، اتهموه خصومه التقليديون بأنه كافر وزنديق. ليش؟ لأن شعره الوطني لم يلتزم بالقوالب الدينية التقليدية. هذا التكفير نزع عنه الشرعية في عيون الكثيرين وأضعف جبهته الداخلية قبل أن يتم إعدامه. الفهم الحقيقي للقرآن كان سيحصنه، لأنه يضع تحرير الأرض والإنسان في مقدمة الأولويات. أتفهم تماماً من أين يأتي هذا التحليل، وهو تحليل منطقي، لكنني أخشى أنه يستخلص الدرس الخطأ من التاريخ. المشكلة لم تكن في وجود تفسير خاطئ للدين، بل في وجود الدين كساحة للصراع السياسي من الأساس. شوفي، عندما تقحمين العقيدة في معركة وطنية، فأنت تعطين كل طرف سلاحاً فتاكاً لتصفية خصومه، سلاح التكفير. القادة الذين ذكرتهم عبد الخالق أويغور وأحمد جان تسمي كانوا في جوهرهم قوميين يسعون لتوحيد الأمة. مشروعهم كان سياسياً ووطنياً بالدرجة الأولى. خصومهم بدلاً من مواجهتهم سياسياً وجدوا الطريق الأسهل في الطعن في عقيدتهم.
الحل ليس استبدال دين خرافي بدين صحيح، لأن هذا يفترض أننا سنتفق جميعاً على ما هو الصحيح. الحل هو إخراج ساحة المعركة من الملعب الديني بالكامل. الأولوية المطلقة الآن كما يرى الكثيرون هي للوحدة الوطنية تحت مظلة سياسية تستوعب الجميع، المسلم الملتزم والمسلم بالهوية والعلماني وحتى المسيحي الأويغوري. هذه الوحدة هي ما سيصمد. أما محاولة فرض تنقية دينية كشرط للنضال فهذا يعني أننا سنبدأ حربنا الأهلية الفكرية قبل أن نطلق رصاصة واحدة ضد المحتل. لكن هذا التجاهل للبعد العقائدي هو بالضبط ما جعلنا فريسة سهلة في الماضي لننظر بتمعن أكبر في ثورة 44. أحمد جان قاسمي كان يواجه تحدياً هائلاً. في الشمال حركته كانت قوية، لكن في الجنوب حيث النفوذ الديني التقليدي أقوى تم شن حملة تشويه ضده. قيل للناس إن قادة الثورة شيوعيون وموالون للروس، وبالتالي هم ليسوا مسلمين حقيقيين. هذه الدعاية لم تكن مجرد كلام، بل شلت قدرة الثورة على التمدد جنوباً وتوحيد البلاد. لقد خلقت شرخاً قاتلاً. أنت تقولين نخرج الدين من المعادلة، وأنا أقول هذا مستحيل. الدين مكون أساسي في هوية شعبنا. السؤال ليس دين أم لا دين، بل أي دين؟ هل هو دين الخرافة الذي يركز على شكليات ويستخدم كأداة لتفريقنا، أم دين القرآن الذي يحدد بوضوح أن العدو هو المحتل وأن الجهاد الحقيقي هو تحرير الوطن؟ لا يمكننا بناء حركة صلبة على أساس أيديولوجي رخو وهش. ترى أنك تفترض وجود حل سحري. أنت تقول إن الدين استخدم كغطاء، وأنا أتفق معك تماماً في هذه النقطة، لكن هو كان غطاءً لإيش؟ غطاءً لخلافات سياسية ومناطقية ومصالح شخصية حقيقية جداً. الانقسام بين شمال تركستان الشرقية وجنوبها في الأربعينيات لم يكن دينياً بحتاً، بل كان صراعاً على النفوذ والقيادة. الدين كان اللغة التي تم التعبير بها عن هذا الصراع. لو فرضنا اليوم تفسيراً قرآنياً جديداً وصحيحاً، ما الذي يمنع ظهور نفس الانقسامات السياسية مرة أخرى، لكن هذه المرة تحت الشعار تفسيرنا هو الأصح مقابل تفسيركم منحرف؟ سنعود لنفس الدوامة. الدرس الذي أستخلصه من التاريخ ليس أننا بحاجة لرجال دين أفضل، بل بحاجة لبناء مؤسسات سياسية وحركة وطنية قادرة على إدارة خلافاتها الداخلية دون اللجوء لسلاح العقيدة. جمهورية تركستان الشرقية الأولى عام 1933 رغم عمرها القصير حاولت فعل ذلك بالضبط عبر دستورها الذي كفل المواطنة للجميع بغض النظر عن الدين. هذا هو الطريق الذي يجب أن نعود إليه. أنا لا أتحدث عن رجال دين أفضل، بل عن العودة للنص مباشرة. النص القرآني يوفر وضوحاً لا يمكن لأي أيديولوجية أخرى أن توفره. إنه يحررنا من سلطة رجال الدين التقليديين الذين يمكن شراؤهم أو تضليلهم. عندما يكون المرجع هو النص مباشرة، يصبح من الصعب جدا تبرير الاقتتال الداخلي. القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، من هو العدو الذي يجب أن نعتصم ضده؟ هل هو أخي الأويغوري الذي يختلف معي في تفسير فرعي، أم هو المحتل الذي يسعى لمحو وجودي؟ المادة التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى أن الفهم المشوه للدين يجعلنا نرى أعداء وهميا في الداخل، بينما القرآن يوجه بصرنا وبصيرتنا نحو العدو الحقيقي والوحيد. هذا ليس مجرد دافع عاطفي، بل هو بوصلة استراتيجية. بدون هذه البوصلة سنبقى تائهين في صراعاتنا الصغيرة. آسفة، لكن هذا الطرح مثالي لدرجة أنه يتجاهل الواقع السياسي. أنت تقول القرآن يحدد العدو، لكن من الذي سيقرأ القرآن ويستنبط هذا التحديد ويقدمه للناس؟ أنت وأنا؟ مجموعة من المفكرين؟ من الذي يملك السلطة ليقول هذا هو فهمنا النهائي للنص وعلى الجميع الالتزام به؟ هذا السؤال ليس نظرياً أبداً، هذا هو جوهر المشكلة. بمجرد أن تقول إن هناك تفسيراً صحيحاً له تبعات سياسية، فأنت تفتح الباب مباشرة أمام إقصاء كل من لا يتبنى هذا التفسير. ماذا لو قرأ شخص آخر نفس الآيات وخلص إلى أن الأولوية هي لمحاربة البدع الداخلية قبل قتال العدو الخارجي؟
هذا ليس سيناريو خيالياً، هذا ما حدث بالفعل ويحدث في أماكن كثيرة. من سيحسم هذا الخلاف؟ هل سنخوض نقاشاً فكرياً بينما العدو يبني المزيد من معسكرات الاعتقال؟ الطريق الذي تقترحه رغم نواياها الطيبة يعيدنا إلى مشكلة السلطة الدينية التي تقرر من هو الوطني ومن هو الخائن بناء على معاييرها الخاصة. لا، الأمر ليس فرضاً بل بناء قناعة مشتركة. الوحدة القائمة على قومية علمانية تبدو شاملة نظرياً، لكنها في الواقع هشة. لماذا؟ لأنها تفتقر إلى عمق عقائدي يقاوم تكتيكات العدو. المحتل الصيني خبير في استغلال نقاط ضعفنا. هو يعلم أن هناك تيارات تقليدية وخرافية بيننا، فيقوم بدعمها سراً أو استخدام عملائه للترويج لأفكار تخدمه، مثل طاعة ولي الأمر حتى لو كان ظالماً، أو التركيز على معارك وهمية بيننا. الوحدة المبنية على أساس قرآني واضح وصلب هي وحدة محصنة ضد هذا النوع من الاختراق. هي لا تقول من ليس معنا فهو ضدنا، هي تقول هذه هي مبادئنا الأساسية المستمدة من مصدرنا الأسمى، وهي ليست قابلة للتفاوض. حريتنا، أرضنا، كرامتنا. كل من يتفق على هذه المبادئ فهو معنا. هذا أساس أقوى بكثير من مجرد شعار الوطن للجميع الغامض. وهنا يكون الاختلاف الجذري بيننا. أنا أرى أن الوطن للجميع ليس شعاراً غامضاً، بل هو المبدأ العملي الوحيد الممكن للنجاح. الوحدة التي تبنيها على تفسير ديني مهما حاولت أن تجعلها منفتحة هي بطبيعتها إقصائية. دعنا نكن واقعيين. ماذا ستقول للأيغور العلماني الذي يؤمن بالقضية لكنه لا يؤمن بالدين؟ ماذا ستقول للمثقف الذي يرى أن الدين يجب أن يبقى شأناً شخصياً؟ وماذا ستفعل مع الغالبية الكبيرة من شعبنا التي تتبع الإسلام التقليدي الذي تنتقده؟ هل ستطلب منهم جميعاً حضور دروس في التفسير الصحيح قبل الانضمام للحركة الوطنية؟ هذا مستحيل عملياً وسياسياً. أنت تخاطر بتنفير قطاعات واسعة من الشعب وحلفاء محتملين. الحركة الوطنية الناجحة يجب أن تكون خيمة كبيرة جداً تتسع للجميع. القاسم المشترك الوحيد المطلوب هو حب الوطن والالتزام بتحريره. أي شرط إضافي، خاصة إذا كان شرطاً عقائدياً، هو بمثابة بناء جدران داخل الخيمة التي من المفترض أن تجمعنا. في النهاية، التجربة التاريخية هي الحكم. لقد جربنا الوحدة القائمة على أسس هشة، وكانت النتيجة هي أن انقساماتنا الداخلية التي تغذت على فهم ديني سطحي ومشوه سمحت للعدو بهزيمتنا مراراً وتكراراً. لتجنب تكرار هذه المآسي، لا يمكننا تجاهل المصدر الأقوى للوحدة والمعنى في ثقافتنا. العودة إلى القرآن ليست دعوة للانغلاق أو الإقصاء، بل هي دعوة للعودة إلى جوهر مشترك يوفر لنا الوضوح الأخلاقي والاستراتيجي للصمود أمام عدو يسعى لمحو هويتنا بالكامل وديننا في قلب هذه الهوية. وأنا أقول إنه بينما إخفاقات الماضي حقيقية ومؤلمة، فإن تشخيصك للعلاج خاطئ. الحل لا يكمن في خوض معركة دينية جديدة حول التفسير الصحيح. هذا يهدد بتكرار نفس نمط الصراع الذي دمرنا من قبل. الطريق الأكثر أمانة وفاعلية هو بناء حركة قومية واسعة ترحب بكل أويغوري وتوحدنا حول هدف سياسي واضح ومحدد، وهو استعادة وطننا. لندع مسائل الإيمان والتفسير لضمير الفرد، ولنتحد حول ما هو مشترك بيننا جميعا بلا استثناء: أرضنا وهويتنا الوطنية. هذه هي الوحدة القادرة على الانتصار. أيحمله ذلك من قوة دافعة وخطر الانقسام، أم في بناء هوية سياسية علمانية وشاملة مع كل ما تقدمه من وحدة وما قد تفتقر إليه من عمق عقائدي؟ وتشير المادة التي استندنا إليها إلى أن هذا ليس مجرد نقاش أكاديمي، بل هو سؤال حي ومصيري يواجه شعبنا اليوم، وإجابته سترسم ملامح المستقبل.